فيسبوك عدو ام صديق هو عنوان الفقره بتاعتنا الحاليه، وهل مميزاته اكتر ولا عيوبه اكتر، اذا حتى مش عايزين ناخد الجانبين المتضادين، يعني يا ابيض يا اسود، اذا قررنا ان احنا نشوف اذا كنا نتعامل معاه ولا لا. معايا في الاستوديو استاذ جمال مختار، هو صاحب كتاب حقيقه الفيسبوك عدو ام صديق، وهو من اشهر الكتب اللي اتكلمت عن الفيسبوك. اهلا بحضرتك معانا في الاستوديو. والموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ناس كتير جدا هتبقى عايزه تعرف عنه تفاصيل، يمكن اكثرهم ممن لا يمتلك جروب على يعني بيج على اكونت على الفيسبوك، اللي هم من الاهالي ومن من الشخصيات اللي ما بتتعاملش معاها ولكن خايفه على اللي بيتعامل مع الفيسبوك. في البدايه الفيسبوك عدو ام صديق؟ هو في البدايه حسب الطريقه اللي بنتعامل بيها في العالم العربي، ما وصلناش لمرحله ان هو بقى صديق، وصلنا لمرحله ان هو لا يحسن استغلاله ويستغل بطريقه مش كويسه خالص، ويحصل على اغلبيه كبيره من الناس. طبعا ناس كتير قوي بتتعامل معاه ان هو صديق، بس بالطريقه اللي وصلنا بيها من انتحال الشخصيه، من التزوير، من الابتزاز، من الكذب، من حاجات كتيره موجوده على الفيسبوك. مش خالص، مش نقدر نقول عليه خالص ان هو بقى في مرحله الصداقه. علما بان التزوير والابتزاز وانتحال شخصيات اخرى منتشره اكتر في العالم الغربي اكتر منها في مصر. لا خلي بالك، هو كمان هي دي جرائم الكترونيه، يعني انت هتحاسب عليها لما تعمل كده. انت لو اتمسكت هتتسجن في مصر. بقى هو بره هناك بيحصل حاجات، بس طبعا هناك بتحصل بذكاء اكتر. انما انت هنا بتخش عادي، بتخش من اي انترنت كافيه على اللابتوب بتاعك، على اليو اس بي بتاعك، وتروح عامل حاجه، وتكتشف بعد كده ان ابنك اللي عمل كده بالكمبيوتر اللي انت اشتريته باسمك داخل في جريمه الكترونيه تعاقب بالحبس في بعض الاحيان. فاحنا الوعي عندنا مش متطور قوي. الوعي عند الاسر كمان دي مشكله جامده، ان التطور بتاع الاسر بطيء جدا في هذا الموضوع. لازم الموضوع يبقى اقوى من كده. لازم الام والاب يكونوا زي ما انت بتخلي بالك من ابنك وبتساله اصحابك مين، وبتساله انت بتعمل ايه في النادي، بتعمل ايه في المدرسه. لازم تكون انت وصلت لهذه المرحله من ان انت متطور، انك تعرف كمان هو بيعمل ايه على الفيسبوك. دي حاجه خطيره جدا طبعا. طب خلينا نتكلم على الحاجات الخطر او الخطا اللي ممكن تحصل من خلال الفيسبوك. يعني اول حاجه مثلا من اسوأ الحاجات الترويج للشائعات، يعني التوقيع بين دول وبعض، التوقيع او المبالغه في بعض الحاجات، التوقيع بين مصر والدول كتير قوي، نشر شائعات دينيه، التفريق بين الاديان، ابتزاز الشخصيات، صور المشاهير. ابتزاز الشخصيات ازاي؟ يعني النهارده يجي واحد مثلا مطرب من المطربين، هقول له هحط صورتك في وضع مخل، انا هعمل الصوره دي، لو مش هتدفع لي فلوس مش يعني لو عملت لي كده، لو ما دفعتش فلوس هحطك في مشكله. يمكن ده يعني بشكل عام، مش على الفيسبوك، يعني الانترنت من عيوبها بس المشكله ان انت كلنا متجمعين فين انا بنسميها في المول، احنا قاعدين في المول، فكل حاجه بتحصل في الفيسبوك. يعني ممكن اكون اعمل كده في سايت ما حدش بيخش عليه، بس انا الترافيك العالي جدا، الرقم اللي وصل 380 مليون عضو نشط يعني بيخش مره على الاقل في الاسبوع. فانا هنا بتحصل المشكله. السرقه، ان انا ممكن اقول لك النهارده انا هعمل معاك شغلانه وادفع لي كذا. الاستغلال الجنسي، البنات اللي بتقول لك اشحن لي كروت وانا افتح لك الكاميرا. في حاجات كتيره قوي بتحصل مش حميده خالص في هذا الموضوع. بس والولاد اللي بتتنكر صفات بنات طبعا انت النهارده سهل قوي بالظبط. يعني واحد ينتحل شخصيه واحده بنت ويبتدي يكلم ولاده ويبتدي يعمل حاجات مش المفروض ان هو يعملها. احنا حاليا بنشوف جزء او عنوان من داخل الكتاب بعنوان تعريف الشبكه الاجتماعيه، وهو مفهوم الشبكات الاجتماعيه حديث بالنسبه لكل الناس. يعني عايز اقول فيسبوك هو يعني زي ما تقول الستاره اللي لما اتشالت كشفت حاجات كتير قوي في المجتمع عندنا، كشفت مشاكل كتير قوي وظهرتها بشكل يعني واضح جدا في الموضوع. بس طبعا حصل استغلال استخباراتي، استغلال جنسي، استغلال الاستخباراتي ده هنقف عنده كتير، ولكن حاليا احنا عند جزئيه الاستغلال الجنسي. الاستغلال الجنسي، هل هو مجرد ان بنت تكلمك على الانترنت وتدلع شويه تقول لك اشحن لي رصيد، ولا في حاجات تانية؟ مفيش قيود على الفيسبوك انك تحط صور برضو. يعني الموضوع مش متاح قوي ان هو يبقى ممسوك حسب الاخلاقيات بتاعتك كل واحد. الموضوع فضفاض قوي. ففي صور في الفيسبوك بيسمح بيها مثلا، في على الرغم ان عندك اوبشن على الفيسبوك انك تريبورت الصوره، يعني او لو انت في صوره مخله ممكن انك انت تبلغ عنها.
بس على 380 مليون، يعني في حاجات كتير على ما يجي الوقت بتاعها ما تبقى ما خلصتش، ما تعملش. بعدين واحد ممكن انت مش عاجباك يقول لك هو فيها ايه الصوره دي، طبيعي ما فيهاش حاجه، فيها ايه يعني. فهي حسب، بقول لك عمليه فضفاضه قوي. تقاليد في امريكا غير التقاليد في مصر غير التقاليد في دول اخرى، فالموضوع بقى فضفاض قوي في هذا الموضوع. الموساد والفيسبوك. تمام. وده طبعا احنا حاليا اغلبيه العالم العربي يحيا في الكونسبيرسي ثيوري او نظريه المؤامره. ف هو المشكله ان احنا كتير بنهاجم نظريه المؤامره خوفا من انها تبقى مجرد مشاكل نفسيه. ولكن في بعض الاحيان الواحد بيخاف انها تبقى فعلا حقيقه، ان ما يبقاش نظريه مؤامره، وان يبقى في فعلا علاقه خطر ما بين الفيسبوك وما بين جهات انا مش حابب انها تعرف عني بيانات ومعلومات. عشان حل الموضوع ده يا كريم، ان احنا اول حاجه يعني دايما نقول ننسى شويه الكرم العربي في اعطاء المعلومات، عايزين نبقى بخل قوي في اعطاء المعلومات، عايزين ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما ينفعش ان احنا نسمع الشائعات ونرددها، عايزين نخلي بالنا من الدعاوى التحريض اللي بتحصل، دعاوى نشر الفتن، الاشاعات الكاذبه ان اللبن فيه حاجه ما تشربوهوش، ان الاكل اللي جاي يعني في حاجات كتير من الحرب النفسيه بتحصل عن هذا الموضوع. ثبت رسميا ان في دور للمخابرات الامريكيه في الفيسبوك، فلو هنقول مخابرات امريكيه بقى نقول على طول الموساد، يعني الموضوع مرتبط. بس خلينا نوضح ايه دور المخابرات الامريكيه. الشركه اللي اسمها الانكيوتال احدى الشركاء في الفيسبوك، هي من المؤسسين، مش المؤسسين، من الداعمين الفيسبوك بعد كده. فانكيوتال ديت هي يعني الممول الاساسي للفيسبوك، وهي احدى شركات المخابرات الامريكيه CIA. فاذا كل المعلومات اللي احنا بنحطها على الفيسبوك بتبقى اي حد ممكن يشوفها او متشافه للناس. الحل انك ما تحطش معلومات كتير. الحل انك تبقى فاهم كويس قوي، زي ما انت بتتكلم في الموبايل وحد يكلمك يقول لك الكلام ده ما ينفعش يتقال في التليفون. الوعي ده لازم يوصل للشبكه الالكترونيه. كنا زمان يا كريم كنا نقول ما خرج عن اثنين فليس سرا، دلوقتي لا، هو ما خرج عنك انت مش سر، كتبته، قلته في التليفون، حطيته في الميل، عملت اي حاجه خلاص ما بقتش بتاعتك، فلازم تبقى عارف ان اي حاجه خارجه من عندك انت مسؤول عنها. فالحل ايه؟ دايما ان انا اكون يعني حريص جدا وحريص قوي في المعلومات اللي جايه لي كمان، مش المعلومات اللي بطلعها عني، كمان المعلومات اللي جايه لازم اكون حريص. يمكن تحديدا كان دائما ما نتلقى هذا التحذير من استخدام الفيسبوك وان احنا نحط عليه معلومات والكلام ده. يمكن الغريب في الموضوع ده، بما اننا اتكلمنا على استغلال الموساد والCIA والكلام ده، ان اسرائيل من البلاد اللي حذرت من استخدام الفيسبوك للجيش بتاعها. حذرت لان هم بالنسبه لهم يعني يقول لك انفورميشن از باور، اي نوع من انواع المعلومات، اي نوع من انواع المعلومات خطر. فقالت ما ينفعش انك تقول انت في وحده ايه، ولا تتصور بزي عسكري، ولا تتصور مع اصحابك، ولا تتصور جنب الدبابه. في اتجاه عام لكل بلاد العالم انك انت ناتيزنز، او انك انت تبقى مواطن على الانترنت، بمعنى ان في الخارج بيشجعوا الناس انها يبقى عندها بلوج، انك تكون حياتك عن طريق البلوج، او يعني في الخارج بيشجعوا الناس على انها تتعامل مع الانترنت اكتر. احنا حاليا برضه لسه لازلنا بنقلل ورغم ان في تطور، بنقلق من الموضوع ده شويه، عشان الوعي لازم يزيد. الوعي لازم يزيد من انك تطمن الناس من الخوف. يعني اسهل حاجه ان انا ابعد عن المشاكل، ان انا ابعد عن المشاكل. يعني بس احنا دلوقتي النهارده مثلا نازل في الجورنال ان دار الوثائق المصريه عامله الاركايفنج سيستم لكل الوثائق المصريه، بقى في رقمنه او ديجيتايزنج للمواضيع، بقى في حاجات كتيره قوي، الحكومه الالكترونيه. الوعي عمال يزيد، طبعا هو لازم يزيد. مكتبه اسكندريه بالمناسبه عامله مكتبه اسكندريه حاجه فظيعه، مشروع قوي جدا هيعلن عنه قريبا، وعايزين يعملوا فيرتشوال كمان، انك تخش جوه المكتبه وحاجات كتير قوي الحكومه بتعملها كويس في هذا المواضيع، والشركات الخاصه بتعملها. فاحنا بس يهمنا قوي ان الوعي يزيد، نستغل التكنولوجيا الاستغلال السليم، ما نستغلش الحاجه في الفيروسات، في الحاجات اللي مش كويسه، في انتحال الشخصيات، في الابتزاز، في السرقه، كل الحاجات الوحشه نركنها على جنب ونبص للناحيه الحميده للتكنولوجيا اللي مخليه الدنيا سهله جدا للناس بره، نتعلم من الغرب. دكتور جمال مختار، سعداء بوجود حضرتك معانا، وجاوبت على اسئله كتيره جدا ليها علاقه بتساؤلات كتير حوالين الفيسبوك اللي اصبح اكبر مسبب للاسئله في عالمنا العربي والعالم بشكل عام. استاذ جمال المختار، سعداء لوجود حضرتك معانا مره ثانيه. مشاهدينا، حلقتنا النهارده انتهت، نرجو انها تكون امتعتكم وقدرتوا انكم تستقوا منها معلومات قويه وايجابيه.